عليكم ورحمة الله. ما علاج القلب الذي يأنس بالناس أكثر من أنسه بالله؟ أنت أتيت بيدك على موطن الألم. كل شيء تأنس به أكثر من ربك فاعلم أن هناك خلل في قلبك. كل شيء تأنس فيه أكثر من ربك اعلم أن هناك خلل في قلبك. الأصل في المؤمن لا يأنس إلا بالخلوة مع ربه أو مع كتاب ربه، هذا هو. ولا يأنس إلا في قيام الليل وفي الصلاة. فمن يأنس بأبنائه أكثر من أنسه بربه وكتاب ربه فهنا مصيبة. كما قال حنظلة، قال يا رسول الله حينما تخبرنا عن الجنة كأننا نراها إيماننا يبلغ عنان السماء، ولكن حينما نخرج ونرى أبناءنا وزوجاتنا ننسى ويغلب علينا القسوة. فقال عليه الصلاة والسلام قال لو كنتم كما أنتم عليه، بمعنى لو أنتم بقيتم على هذا الإيمان الذي عندي وخرجتم بقيتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فالعبرة الأنس يجب أن يكون بالله رب العالمين. كل شيء يؤنسك دون الله فاعلم أن في قلبك خلل، فاعلم أن هناك خلل. نحن نريد أن نصل لمرحلة فقط نأنس بالله بقرب الله. بالله العظيم أذكر مرة فقط هي الفائدة، حصلت قلاقل كلام. أحد الطلاب العلم أثار كلام زوبع عني، وقع في قلبي هم لا يعلم به إلا العليم الخبير. والله وقعت في هم لا يعلم به إلا العليم الخبير. فاتصلت مع أحد العلماء وهو موجود هنا في دولة الإمارات، وكنت أشكو له، فقلت له كذا ووقع كذا وقال عني فلان. فقال هذا الشيخ قال أنت بعيني لا تهتم. فرحت فرحا الله جل وعز به عليم حينما قال أنت بعيني. فقلت فما مدى فرحة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له ربه إنك بأعيننا. والله وقع في نفس هذه الآية. قلت هذا الرجل بشر مثلي مثله، لكنه عالم أقره وأحترمه. حينما قال لا تحزن أنت بعيني فرحت فرحا عظيما. فكيف الله عز وجل حينما قال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإنك بأعيننا؟ فأي فرح هذا وأي سرور.